ازيكم؟ يلا نعمل مع بعض أكلة لذيذة من أكلات الطاسة الواحدة. مش هنقف في المطبخ كتير ولا هنغسل مواعين كتير. قطعي صدور الفراخ شرايح وتبليها بالملح والفلفل والبابريكا والزعتر وتوم باودر وزيت زيتون نص ساعة، وهنبدأ نحمرها في طاسة فيها سمنة وزيت، وقلبيها كده تاخد لون دهبي من ناحيتين وطلعيها. هنعمل الكمية كلها الأول، وبعدين مكانها بقى هنحط حتة سمنة زيادة وننزل بالبصل، نقلب البصل دقيقتين تلاتة لحد ما يدبل، وبعدين نضيف الفلفل الألوان برضه هنقلبه دقيقتين تلاتة، وبعدين بقى هنضيف البسلة والجزر، دي هنقلبها 5 6 دقايق. بعد كده هنضيف الرز بتاعنا، رز بسمتي مغسول ومتصفي، تبلت بالملح والفلفل الأسود والكاري عشان يدي للرز لون جميل. حطيت الرز وقلبته برضه كام دقيقة كده، وبعدين ضفت المرقة السخنة وحطيت الفراخ على الوش كده، وسبتها بقى على النار شوية وهديت عليها النار وضفت لها نص كوباية مرقة كمان. وكلي بقى أحلى رز بالخضار بالفراخ. وما وقفناش في المطبخ كتير ولا استخدمنا مواعين كتير.